وعجبا لابن آدم كيف يلعب به الشيطان. هو واقف بين يدي الله عز وجل يناجي الله ويتقرب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء، ثم كأنه ملحوق في صلاته، كأن عدوا لاحق له يهرب من الصلاة. ليش يا أخي؟ أنت لو وقفت بين يدي ملك من ملوك الدنيا يناجيك ويخاطبك، لو بقيت معه ساعتين تكلمه لوجدت ذلك سهلا. يمكن لو تقف على قدميك، ما هو تتنقل من ركوع إلى سجود إلى جلوس، بس تفرح أن الرجل هذا، أن الملك هذا يكلمك، تفرح. لو يقدر يتحدث معك إلى مدة طويلة ما همك، فكيف وأنت تناجي ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك، تناجيه تهرب هذا الهروب. لكن الشيطان عدو الإنسان، والعاقل الحازم المؤمن هو الذي يتخذ الشيطان عدوا، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.